في زمن عز فيه الاصدقاء، لانك لا يمكن كنت تلاقي فيه انتشرت كان الطبيب النفسي للمشاكل المستعصيه، انما الاكتئاب مش هيفشي اسرارك. لا الاكتئاب أيوة. السريع ده. ايوه الحاجات البسيطه جدا والمشاكل الصغيره جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون لغايه لما تبقى زي الحجره كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفسش وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. ايه. فعندنا عمرك ما شفت فلاح كان يروح مثلا دكتور نفساني، لانه قاعد يقول لك انا يعني بيقعد كده بعد ما يخلص الزرع وبتاع وساعه العصاري كده، يقعد بقى على المصطبه وقاعدين كلهم يقول له يا اخي انا مش عارف يعني ايه الكلى بتعدن عليا ومش عارف الراجل الاصفر ده بتاع الجمعيه التعاونيه دي عامل فيه مش عارف ايه، وبعدين يا اخي بنتك يا حاج اسماعيل مش عارف ايه، وبعدين انا مش عارف بيجيني مش عارف هنا، قاعد بيحكي مشكلته مع بنت الحاج اللي هي مراته، مع الراجل بتاع المشاكل الخدمه الاجتماعيه، وبعدين مع كذا، بيفضفض فيقوم ينام ومرتاح جدا، فعمره ما يروح دكتور نفساني. انما دلوقتي انا بيقولوا عليا انطوائي. انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا. وانطوائي ديت لاني انا ببقى عايز اقعد مع الناس، عاوز اقعد مع الناس مبسوطه مش عامله مبسوطه.